بصي الجمال يا حبايب قلبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بعد ما خرجتها من الفرن اهو بصي لسه بتبقلى لها. بصي الريحه اقسم بالله طالعه وهم. وان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم، بسيطه وسريعه. وان شاء الله بعمل لكم البوري برده بطريقه تانية باذن الله تعالى. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش في اللايك. باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عدد من يصلي عليك وعدد من لا يصلي عليك. بصي بسم الله ما شاء الله، النهارده البوري ده الله اكبر لسه طازه وعامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، انا جايبه كميه، جايبه هما اللي كانوا مع الست، لقيتهم بسم الله ما شاء الله 3 كيلو الا ربع. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. تمام يا حبايب قلبي. فانا قلت هعمل منهم صينيه النهارده، بس في صينيه في الفرن عادي، مش هشويها يعني، صينيه عاديه بس لذيذه وجميله. ان شاء الله تعملوها بالطريقه بتاعتي، تكون احلى صينيه بوري في الفرن. ان شاء الله نعمله بكذا طريقه تاني. وهنقي الكبيره اللي هي بقى ايه، لانهم بيقولوا اساسا البوري الايام دي مضروب في السوق. تمام، يعني هو في نوع تاني بس شبه البوري، لان البوري ما فيش في السوق الايام دي. فانا هنقي اللي هي راسها تخينه شويه كده، نفسخها ان شاء الله مع بعض برضو في فيديو تاني عشان شم النسيم. وطبعا اللي بيتفسخ هنغسله طبعا ونظبطه، بس لازم بينشف جامد، وهنشوف طبعا في طريق. بس دلوقتي هنقي اللي هنعمله، هننضفه. جهزنا طبعا البصل معانا اهو، والثوم كمان معانا، والطماطم اهي بسم الله ما شاء الله. برده هنقطع الطماطم وفلفل وثوم وخضار وكل حاجه، ونظبط مع نفسنا وننضف اللي عمله، ونرجع لبعض تاني. بصوا يا حبايب قلبي، غسلت السمك بتاعي كويس بسم الله ما شاء الله. بصوا قلبه عامل ازاي، ابيض زي الفل ازاي. ده اللي انا هعمله كميه. وجهزت صينيتي طبعا، هرش عليها شويه زيت لان انا بصور لوحدي، بعرف اقعرها. وقطعت الخضار، وده بصل طرنشات وفلفل طرنشات كده، هحطهم في قعر الصينيه. ودي الطماطم وبصل برده على فلفل عادي. هقلب دول كلهم مع بعض، الطماطم والبصل والخضار والثوم مع بعض. احط عليهم شويه ملح وشويه زيت وشويه كمون. انتوا عارفين السمك ما بيحبش الا الكمون. تمام يا حبايب قلبي. وهقطع كمان بطاطسايه طرنشات كده، احطها في قعر البتاع، هي والطماطم ان شاء الله باذن الله والبصل. نكمل مع بعض تاني. بصوا يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، انا عملت الصينيه جهزتها اهو زي الفل. وفي الوقت طبعا اللي انا كنت عماله احشي فيه السمك، بصوا كله زي الفل اهو. عصرت ليمون طبعا كتير، وحطيت ملح برضو على كل الجناب كده وليمون، وظبطت الدنيا خالص لاني بقول لكم بصور لوحدي فمش عارفه. بس بسم الله ما شاء الله. وكنت انا مجهزه برضو محضره الفرن مولعاه. تمام يا حبايب قلبي. فنحطها دلوقتي، وحطيت خل وليمون برضو للعلم عشان ما تقولوش ان ما حطتش. طبعا الليمون هو روح بتقول لكم اعملوا لايك. الليمون هو روح السمك. تمام يا حبايب قلبي. نحطها في الفرن بقى دلوقتي، وان شاء الله نشوفها بعد ما نعمل. يا رب طريقتي تكون عجبتكم ان شاء الله. بصي الجمال يا حبايب قلبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بعد ما خرجتها من الفرن اهو بصي لسه بتبقلى لها. بصي الريحه اقسم بالله طالعه وهم. وان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم، بسيطه وسريعه. وان شاء الله بعمل لكم البوري برده بطريقه تانية باذن الله تعالى. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش في اللايك. باي.